كمان انت قلت كلمه في دوري ابطال الكؤوس، انا يمكن ما شفتش ناس بقالي 3-4 سنين قلت الكلام ده. شفنا النهارده تاني تجمع وبيجمعنا الحاج سامي الجندي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لما نيجي صندناهور في تعظيم سلام لصندناهور. صندناهور التاريخ بيقول صندناهور. لما نقول صندناهور معظم اللي موجودين النهارده في اليوم ده ما يعرفوش قيمة المرحوم محمد حامد الكابيتانو او كابتن صندناهور وبالبيس كابتن صبحي العوضي. مش عارف موجود يا كابتن ايمن النهارده ولا مش موجود؟ ربنا يشفيه كابتن حجاز العوضي، كباتن كبار. كان زمان كنا بنلعب في منيا القمح، كنا احنا وصندناهور وشبرا النخله بس. كان بيتقال على صندناهور اسد بالبيس، وكان بيتقال على انشاص غول بالبيس، وكانت شبرا النخله ثالث بلد بتلعب معانا. منيا القمح هنتكلم بصراحه شويه. منيا القمح فيها المبادئ وفيها القيم وفيها الكوره وفيها الالتزام وفيها زي ما تقول قول، بالذات في الدورات. منيا القمح مفيش بلد الا لما يكون مركز شباب بيشارك في المونديال. 32 فريق او 32 بطل بيلعبوا، كان بيلعب منهم فرق قليله جدا في بالبيس. انا كانشاص او كراجل من الرياضيين في المنطقه بعشق دورات منيا القمح مع كل احترام والتقدير لمركز بالبيس. ليه؟ لان فيها مبادئ. يعني ايه مبادئ؟ يعني الكره للكوره. بيعمل 32 فريق ب 32 بطل ب 32 مركز شباب، ولا اصدقاء فلان ولا عيب فلان ولا مش عارف ايه، مع احترامه والتقدير لمنيا القمح في الكوره. ولكن بالبيس هنقول برضه كل شكر وتقدير للحاج سامي الجندي، عمل طفره كبيره جدا في الكوره، ولكن احنا بنستغلها الصح. بمعنى انا يوم رياضي النهارده جميل جدا، ظهر فيه حاجات حلوه. هنقول اتفرجنا النهارده على كوره نسائيه، ودي مش موجوده في بالبيس او في منيا القمح او في محافظه الشرقيه غير في بني هلال منيا القمح، وكان عاملها اشرف رمضان، لان انا على اتصال بيه. يبقى اذا الراجل ده النهارده بلد زي صندناهور النهارده انشات فريق كره نسائيه، يبقى تعظيم سلام لصندناهور. نقف جنبهم وندعمهم ونشوف الكره النسائيه ديت ممكن يبقى بطل ويلعب دوري ويلعب كوره. تعالى النهارده شفنا اكاديميات ممكن لعيب او اتنين يطلع من اللعيبه ديت احد الانديه في مصر. زي عندنا لعيب كان بيلعب في الماتش اللي فات، لعيب اسمه محمد ياسر، ده انتاج حرب. فاذا هنا الحاج سامي الجندي بيعمل طفره في الكوره، يبقى نستغلها. بمعنى يوم دوره رياضيه يبقى دوره رياضيه محترمه، المنظمين اللي هيحترموا الدوره يجيبوا 32 مركز شباب يحاسبوا. يعني ايه؟ يعني ما اجيبش لعيب يقل ادبه ويمشي، لان دول بيهين ارضه وبيهين منظمينه. فلازم يبقى في اختيار تام. انا كانشاص لو نظمت دوره في حاجه اسمها 32 بلد، و32 بلد كل بلد مسؤول عنها رئيس مركز شباب او كابتن من كباتن الكره القدام، يبقى انا اقدر احاسب. يبقى اذا الحاج سامي الجندي راجل بيعمل طفره في الكوره، يبقى نستغلها. بمعنى برضو تاني ان تبقى الكوره فيها مبادئ، فيها احترام، كل التقدير والاحترام لجميع مراكز الشباب، كل التقدير والاحترام لجميع كباتن الكوره على مستوى المنطقه. اذا النهارده يوم رياضي، يبقى انا مش كل كوره مش كل حاجه اعملها. انا بجيب النهارده صندناهور، يبقى اجيب ابن الكابتن محمد حامد، كابتن حجاز العوضي، كابتن صبحي العوضي، كابتن عبد العزيز العوضي، ابن الكابتن طارق همت. كباتن الكوره يبقى لهم تكريم. يبقى انا بعمل يوم في شبرا النخل، يبقى اجيب اسس الكوره الكبيره اللي موجودين، وده يبقى حريص جدا عليها يا حاج سامي. ده بعد اذنك لما اجي انظم دوره
يبقى اهل كباتن الكوره القدام يكونوا موجودين، لان هم المفروض يبقى على المنصه، لان جميع الشباب ما يعرفهمش او جميع الرياضيين ما يعرفهمش. فاذا انا الناس الكبيره ديت عملت تاريخ وعملت اسم لكل واحد لبلده. انا حان الان انا لما بعمل اوبن شاص لازم كباتن الكوره الكبار على المنصه وهم اللي بيسلموا الكاس، وهم. فاذا لما معلش يا حاج سامي انا بتكلم في حاجه، معلش اذا كنت بتجاوز، ولكن انا بتكلم بمبادئ، انا ما اعرفش غير المبادئ، وده اللي بيحصل في ميدان الامن. وما زلت بقول هنقف ضد الفساد. حاجه ثانيه بقول عليها يا حاج سامي، برنامج الكرة والشباب مع كل الاحترام والتقدير، انا لما باجي اعمل حلقه عن الكرة والشباب باجي اجيب واحد زي مثلا زي كابتن حجاز العوضي، اسم كبير في صندوق ومركز في البيس، ما اجيبش معلق معاه. انا بقيس اسمي في الكوره بمعلق، مع كل الاحترام والتقدير للمعلق، انا بحط المعلق مع 3 معلقين، حكم الكابتن حلمي عبد النبي مع 3 حكام، لعيبه كبار مع لعيبه كبار. انما انا بقيس واحد بيحصل خلخله في الكلام ده. فاذا برنامج الكرة والشباب لازم يبقى حريص جدا وما يطلعش معلومات غلط وما يسميش اسامي ناس ببلاد. يعني ايه ببلاد؟ يعني انا لو منشأة السلام اللي كانت بتتلعب لقيت على صفحة الفيسبوك، وانا كلمت الحاج سامي في الموضوع ده، لقيت بيقول لك ايه؟ هل من سيفوز؟ انشاص الرمل ام كفر عبد الله عزيز؟ مع ان انشاص الرمل مش مشتركة في الدوري، يبقى انت حطيت انشاص الرمل ازاي؟ في لعيب من عندنا بيلعب في انشاص واخد فرقه، بس واخد فرقه ايه؟ جايب لي من هنا ومن هنا ومن هنا، الاقي التعليقات بيقول لك ايه؟ انشاص الرمل احمد بكري. مع كل احترام وتقدير احمد بكري ده من الصحافه، يبقى اذا اسم بلد السبب اسم لعيب مش موجود من البلد، فكده ما ينفعش، كده ما ينفعش. انا اذا كانت في بلاد بتسمح ان حد بياخد اسمها ويلعب بلعيبه باسمها، انا ما بسمحش كانشاص او كرئيس مركز شباب انشاص او كلاعب من انشاص ما اسمحش للعيبه تلعب باسم بلدي الا اذا كان من قلب انشاص. فمع كل الاحترام والتقدير للكره والشباب، وانا تواصلت مع الكابتن طارق يا حاج سامي واتكلمت معاه وقال لي كلامك صح يا كابتن. فاذا الكره والشباب لازم لما ينشر صح، لازم لما يتكلم صح. ليه يا حاج سامي؟ لان المسابقه باسم حضرتك، لان انا بشوفه، انا ما عنديش فيسبوك، ولكن بشوف الاربعه اللي موجودين واسم حضرتك في النص، يبقى اذا انت اللي طلع اليوم يبقى او طلع البرنامج يبقى البرنامج صح. فانا بناشد الكره والشباب، في قنوات كتيره هتشتغل والكره والشباب اشتغل، بس اشتغل ازاي؟ اشتغل صح، تطلع معلومات صح، طلع يعني اي حاجه بتقولها على الفيسبوك تبقى صح، ما تقولش اسم بلد باسم لعيب جاي من الصحافه، ما تقارنش مثلا المرحوم كابتن محمد حامد معلش بمذيع لسه طالع صغير، ما تقارنش الكابتن حجاز العوضي بابراهيم السني، ما تقارنش ابراهيم طربيه بفلان. لازم لما تحط 4 حكام يبقى 4 حكام كومبليت يتحطوا على البتاع وتقدر تختار صح. مع ان البرنامج ده انا مش مؤيده ان انت بتزعل الناس، ولكن طالما حاجه رياضيه ومسابقه بنحترمها وبنقدرها، وكل التقدير والاحترام للحاج سامي. اذا كنت تجاوزت المبادئ بتكلم في المبادئ، لان الكلام ده فينا الامن، وجميع كباتن الكره القدام عارفين الكلام اللي انا بقوله، والاستاذ عربي الدرسي اللي قاعد ده عارف الكلام اللي انا بقوله، وكابتن ايمن صلاح نجم صندوق. احنا تبع نجم المستقبل يا كابتن ابراهيم على اليوتيوب طبعا. ولا نعترف باي قناه او اي برنامج او اي حاجه بتشتغل بغير حرفيه رياضيه. لا مفيش مانع يا كابتن وليد يشتغل، بس يشتغل بحياديه. ما هو مفيش حرفيه، هو كده مفيش حرفيه رياضيه، مش اكتر من كده. لا احنا صندوق لنا قناه على اليوتيوب نجم المستقبل. ربنا يوفق. ولكن انا كل التقدير والاحترام للحاج سامي في المبادره الجميله في الرياضه، وطبيعي جميع كباتن الكره هيشتغلوا بالطريقه دي. انا كانشاص انا لما اجيب قناه هجيب قناه بحياديه تشتغل تغطي لي يوم جميل، يوم محترم، يوم كل التقدير والاحترام لكباتن صندوق او المشرفين العام على اليوم. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي الجندي، كل الشكر والتقدير للمنصه الكريمه. كل سنه وانتم طيبين والف خير. شكرا للكابتن ابراهيم السني. نصلي الملعب يا جماعه بقى، يلا. طبعا بشكر كابتن